بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله أيها الإخوة في برنامج التساؤلات. وفي هذه الحلقة نسلط الضوء على أحد الذين كثرت منهم المغالطات والتناقضات خاصة في الآونة الأخيرة في وسائل الإعلام، وهو سعد البريك. نستمع وإياكم إلى هذه المغالطة والتي يلقب فيها أهل السنة بالجامية ويتهمهم بأنهم يوافقون الليبرالية. هناك ثغرات في صفنا الداخلي من تيار الليبراليين، ولا يسمى تيار بل هم شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون، وإن شاء الله ما يبلغون ما يشتهون. ولكن أيضا ويوافقهم بعض من يسمون بالجامية، هؤلاء الذين لا ترى لهم طعنا وسبا وكلاما. ولمعرفة كذب ادعائه بنبذ أهل السنة بالجامية نستمع وإياكم إلى الشيخ صالح الفوزان، يبين فيه هدف استعمال سعد البريك وأمثاله لهذا اللقب وكيفية إحراجهم. أو يطلب منهم، يقول لهم أنتم تعيبون الوهابية، بينوا لي مذهب الوهابية الذي تنقمونه عليهم، فلن يجدوا والحمد لله شيئا وسيندحرون. بينوا لي الجامية ما هي وما مذهبها حتى يتجنبها، لن يستطيعوا شيئا، وإنما هي ألقاب وتشفيات فقط. وللرد على اتهام سعد البريك بموافقة أهل السنة للعلمانية والليبرالية نستمع وإياكم إلى الشيخ محمد أمان الجامي وكيف يحذر من العلمانية والليبرالية وكيف يصفهم. العلمانية أشد كفرا من اليهودية والنصرانية. ونستمع الآن إلى الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله تعالى وكيف يصف الليبرالي والعلماني. الخونة العلماني يرفع صوته، والليبرالي النجس المتحلل المتميع الذي لا يلتزم حتى بديانة، أي ديانة فضلا عن الإسلام، يريد أن يرفع صوته فوق الإسلام. ولم يقف سعد البريك عند هذا الحد من الكذب، بل زاد بأن أهل السنة يمهدون الطريق للليبرالية والعلمانية. فكلما توجهت الليبرالية في خط جاء أولئك يمهدون لها الطريق ويشغلوننا بالتصنيف. تفضل يا شيخ. ولن أطيل عليكم بعرض موقف أهل السنة المشرف حيال هؤلاء الليبراليين والعلمانيين لإثبات كذبه، بل أكتفي لعرض بعض المواقف المخزية لبعض أصحابه، ومنهم سلمان العودة الذي كان مشرفا لمؤتمر النهضة، والذي جمع فيه 100 شاب وشابة من السعودية وغيرها في فندق وبقاعات مختلطة، وجعلوا الليبراليين والعلمانيين يحاضرون فيهن. وأنا حينما أقول الشباب أقصد الشباب والفتيات، الإخوة والأخوات. ولا ننسى أيضا مشاركة النصراني عزمي بشارة عضو الكنيسة الإسرائيلي بإلقاء المحاضرات على الشباب والشابات. شاهدوا كيف أن هذا النصراني لم يتوقع الالتقاء بهؤلاء الشباب، وكان بالنسبة له حلما. وأنا بهنيكم على الأسماء الجميلة اللي عندكم، ضياء وإيثار. هلأ بالنسبة، طب أنا أصلا كنت أحلم أجلس مع 100 شاب من السعودية شو ولا أنسى زيارة سلمان العودة لمحمد سعيد الطيب. فأين الغيرة يا سعد البريك على دين الله من أفعال صاحبك سلمان العودة؟ أم أن الصحبة عندك أغلى من دين الله؟ وهنا مغالطة أيضا يتهم فيها أهل السنة بأن ليس لهم مواقف مشكورة في مواجهة الرافضة، لأن هؤلاء الذين يسمون بالجامية أيضا ليس لهم تلك المواقف المشكورة أو التي يرفع بها الرأس ويشرح بها الصدر الإنسان في مواجهة الرافضة. تريدون أن تعرفون ما هي المواقف التي يريدها سعد البريك والتي يرفع بها الرأس ويشرح بها الصدر مع الرافضة؟ شاهدها هنا. ومع رمز من رموز إخواننا الشيعة الدكتور حسن، فضيلة الشيخ الدكتور حسن بن موسى الصفار. أحسنت. أنا حقيقة لا أجد حرجا فيما دعا إليه فضيلة الشيخ حسن الصفار حفظه الله، حينما يأتي ويتداعى العقلاء ليقال مثل هذا الأسلوب لا يجوز أن يخاطب بإخواننا الشيعة. ولذلك احنا الشيعة إذا تشوفوا ذكرى أبو بكر وعمر وعثمان يجونا يقولوا وين فيهم صحابة الرسول وصحابة الرسول وما تنتهي. الواقع نشكل عليهم ونبغضهم ونلعنهم، كانوا يعني بداية الحقوق الأمة. لا أرى أصدق عليه من المثل القائل رمتني بدائها وانسلت. فهل عرفتم طبيعة المواقف التي يريدها سعد البريك وأمثاله في مواجهة الرافضة والليبراليين والعلمانيين
وهل عرفتم لماذا سعدن البريك يحذر من أهل السنة بإطلاق لقب الجامية عليهم؟ لا أظنها تخفى عليكم. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.